هذا يقول ابن القيم رحمه الله مبينا آثار استماع الأغاني على قلوب العباد وأنها تضرها، يقول: فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، إن اختيارك للسماع النازل الأعلى الأدنى على الأعلى من النقصان. إن اختيارك للسماع النازل الأدنى يعني الأغاني على الأعلى يعني سماع الحور العين يوم القيامة في جنات عدن عند الله تبارك وتعالى في الجنان من النقصان. نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. وأراد بذاك الغنى الذي أشار إليه في مطلع الفصل في وصف غناء نساء أهل الجنة. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأبصار فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان بالنغمات والأوزان. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا أبدا، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان، إلى آخر ما قال في وصف هذه الكلمات التي وردت في الأحاديث والآثار عن هؤلاء النساء اللاتي أعدهن الله جل وعز لعباده المؤمنين الممتثلين لأمره في هذه الدنيا فيفوزون بذلك. ولذلك قال بعد هذا في آخر الأبيات: ولذا نراه حظ يعني استماع الأغاني في الدنيا هذه الأوتار والعيدان المحرمة والملاهي والموسيقى، ولذا نراه حظ ذو النقصان كالجهال والنسوان والصبيان. فالصبية والنساء لضعف العقول وكذلك الفساق الفجار هم الذين اختاروا هذه الأغاني الماجنة التي حرمها الله جل وعلا، وتضرب معها هذه الأدوات التي تسخط الرب تبارك وتعالى. فالشاهد إن استقامة القلوب لا تكون إلا بخوف الله تبارك وتعالى ومراقبته وخشيته، فإذا استقامت القلوب دبت الجوارح إلى طاعة علام الغيوب. فالمراد بالاستقامة الإيمان الصحيح، والمراد باستقامة الجوارح أعمالها الزاكية التي تكون فيها وفقا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للمرء أن يتعهد قلبه هل هو ممتلئ بمحبة الله وطاعته وكراهة معصيته ومحبة أوليائه وكراهية أعدائه واتباع أمره ونهيه. هذه هي الأركان التي يصلح بها القلب، هي امتلاء القلب بمحبة الله تبارك وتعالى وطاعته ومحبة طاعته وبغض معصيته سبحانه وتعالى ومحبة أوليائه وكراهة أعدائه. فإنه إذا رأى ذلك ووجده من قلبه فليبشر بخير، وإن رأى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولعلنا بهذا القدر في هذا الحديث نكتفي، وننتقل بعده إلى الحديث الرابع ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه.